بونجور، سلام الله، اهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب المو. سبت الجنون او سبت جبران الخواطر، او زي ما نقول عليه سبت ضاع الوالدين. زي ما شفنا إيريك تين هاج مع مانشستر يونايتد، وزي ما شفنا سوري والزمالك. هنتكلم عن كل حاجه، بس عايزين ننبه عن حاجه واحده: مشكله الصوت اللي كانت الفيديو اللي فات بفضل الله تم حلها. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا يا ريت اللي مش عامل اشتراك ينزل يعمل سبسكرايب ويحط لنا لايك ويقول لنا رايه عن الحلقه في اخر الحلقه. واي لينك من لينكات اكونتات السوشيال ميديا الخاصه بيا هتلاقوا اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. يلا بينا. مباراة الزمالك والبنك الاهلي، المباراة اللي من اول دقيقة لاخر دقيقة شايفين فيها متعة واثارة، لكن كان في جانب مظلم او جانب كاسر متعة المباراة، وهو حكم المباراة محمد معروف. محمد معروف الحكم الدولي من 2014. محمد معروف صاحب الشخصية الضعيفة، ايوه حكم دولي وصاحب شخصية ضعيفة. محمد معروف اللي طلع النهارده 8 انذارات، وعامل مطلع حالتين طرد من هنا وهنا، غير الانذارات اللي هو مديها للدكه بتاعت الفرقتين. انذارات مبالغ فيها بلحد ما مبالغ فيها، وانذارات انا حاسسها عماله على بطال. يعني انا شفت انذارين، اللي هو الانذار اللي خده كريم بامبو وهو طالع بيبدل، والانذار اللي خده ابو جبل وهو واقع، وابو جبل ده الجون. طب الجون هيقع فين؟ هيطلع يقع بره في التراك؟ طيب انا مستغرب. وحاله الطرد اللي كانت بتاعت محمد فتحي للبنك، انا برضو معرفش هو اتطرد ليه. انا كنت قاعد متابع حاسس نفسي ان انا في حاجه بتحصل انا مش فاهمها ولا. وبرضو كان في حاجات للزمالك، بس انا مش متذكر ايه للزمالك. انا برضو اعترضت على انذارات خدها الزمالك، عشان برضو محدش يقول ده منحاز للبنك الاهلي عشان خاطر اهلاوي، ولا والله انا بتكلم بكل صدق. حاله الطرد اللي عملها محمد عواد عايزين نتكلم عنها ونقول ديت اذا كانت قرار فيه صح ولا لا. حاله الطرد ديت اللي سبب فيها الفاول وجي منه الجون الاول اللي جابه كريم بامبو. حاله الطرد ديت بتفكرني اذا كانت الكوره كان فاول اصلا، نتكلم عن طرد ولا لا. الفاول ده بيفكرني بالفاول اللي خده وليد سليمان ساعه ماتش الاهلي والزمالك، اللي جاب منه الجون مؤمن زكريا، يا ريت كلنا ندعي له بالشفاء. الكوره ديت تشبه دي، ان ساعتها وليد سليمان اللاعب عمل ايه تاكلينج، ما خدش الكوره، فهو نط من فوقيه. اصلا لو وقفت هتصاب، وغير كده انت رجلك مش هتجيب الكوره. فخلاص انت لو واقف مش هتجيب الكوره، هتاخد رجل اللاعب اللي قصادك. هياها محمد عواد لما خرج وعمل تاكلينج عن كوره ما جابش الكوره، وكريم بامبو عدى. كريم بامبو لو كان فضل واقف كان هيتصاب، او محمد عباد هيشيله شيله ما يعلم بها الا ربنا، كان ممكن تاذيه او تسبب له اصابه كبيره. حاله الطرد بقى تستحق الطرد. خلاص انا عديت، الكره عدت، انت كعبلتني، اللي انت خلاص عطلتني عن الكوره، انا رايح خلاص الجون فاضي، فانت كعبلتني. فهي حاله طرد، انا متفق معاه في الكوره ديت، وهي حاله طرد مستحقه. نيجي بقى للشوط الثاني اللي نزل فيه الزمالك ضاغط وماسك كوره وفي كذا تهديد، لغايه ما جاب جون احسن لاعب في الدوري المصري من وجهه نظري، وهو احمد السيد زيزو. حط كوره ما ترجعش، حط كوره ما ترجعش فعلا يا جدعان، والله لاعب بامكانيات عاليه جدا. وبعد كده كان في تسديده من حمزه المسلوسي اللي القائم ساعتها عنده وخرجت، رغم ان الكوره انا عن نفسي وانا قاعد بتفرج شايف ان الكوره خلاص الكوره رايحه جون. دوت كان ساعتها قدره ان هو ما يجروش، لغايه ما اسوريو بينزل بالكارت اللي هو على طول بالنسبه له كارت ناجح، كارت بينزله هو المكسب، وكارت بالنسبه له ما ينفعش يستغنى عنه. انا على ما اعتقد ان قعده شيكابالا على الدكه دي من احد الحلول اللي بتنزل تغير الملعب بنادي الزمالك. شيكابالا اللي بينزل بيجيب الجون التاني، وبيخلي بعد ما كانت الزمالك خسرانه ان الزمالك تكسب. بس عايزين برضو زي ما بنشيد لعيبه الزمالك نشيد لجمهور الزمالك. جمهور الزمالك اللي من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه ما بيبطلش مسانده وما بيبطلش تشجيع للنادي الزمالك في الملعب. شفنا الجمهور لغايه اخر دقيقه، وقبل ما يجي الجون التاني بتاع شيكابالا مش مبطل يا جدعان بجد والله. اذا كان في حد يستحق التحيه من نادي الزمالك كله، فرقم واحد اللي نستحق اللي احنا نحييه هو الجمهور. ومن الايجيبشن ليج يلا بينا نطير على البريمير ليج. في حاجه الزمن اتكسر ايه يا عم؟ الدوري المصري، الدوري الانجليزي، ايوه يا عم معاه كل شيء متاح. هنتكلم عن مباراه برايتون فورد ومان يونايتد، المباراه اللي كل الناس فيها لغايه الدقيقه 92 بتقول خلاص الماتش راح من اليونايتد، والدقيقه 92 و1-0 فخلاص مفيش امل، لغايه ما كان في واحد سعيد الحظ وهو إيريك تين هاج، كان عامل تبديله من الدقيقه 87 وهو كان بيجازف، وهي نزول مكتومناي اللاعب اللي بعد نزوله بست دقايق بس في الدقيقه 93 كان جاب الجون الاول لليونايتد. الناس كلها بتقول خلاص الحمد لله، وجون احسن من ما فيش، ونطلع 1-1 احسن ما تكون 1-0.
فكان ميكتوماناي ليه رأي تاني خالص. بعد الجول الاول ب4 دقايق في الدقيقة 97 بيجيب الجول التاني لليونايتد، وبتصبح النتيجة 2-1 بعد ما كانوا متأخرين 1-0، وبتروح ال3 نقط لليونايتد. وبعد كده اليونايتد بترفع تصعيده للمركز العاشر ب12 نقطة. ومن الدوري الانجليزي يلا بينا نطير على الليجا ونشوف ريال مدريد وعم حلمي انشيلوتي عمل ايه. وفي الليجا هنشوف عم حلمي انشيلوتي عمل ايه مع ريال مدريد اللي كان بيلعب قصاد فريق اوساسونا اللي خسر 4. سجل اهداف في ريال مدريد، بيلينجهام جاب جولين وفينيسيوس جاب الجول الثالث وعمل الجول الرابع اللي خسر له. انا مش عارف بقول اسمه صح ولا لا، الاسم بتاع اللاعب دوت غريب على لساني وصعب انطقه، فما علينا. الناس كلها كانت بتشيد باداء بيلينجهام اللي كل مره بيزيد عن المره اللي قبلها وبيقدم اكتر ما عنده، وبنشوف منه اداء مذهل في الملعب. بيلينجهام لغايه دلوقتي هو متصدر هدافي لا ليجا ب8 اجوال وعامل 2 اسيست، يعني مساهم في 10 اجوال من اصل 10 مباريات، يعني 10/10 لبيلينجهام. وبعد الفوز دوت ريال مدريد بتبقى هي متصدره اللا ليجا ب24 نقطه. ولغايه هنا تكون نهايه الحلقه بتاعتنا. فيا ريت لو الحلقه عجبتك تعمل لنا لايك وتقول لنا رايك في كومنت، ونشوفكم الحلقه الجايه. دمتم بخير.